اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا عيال في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. احنا هنا معانا شويه مشتريات صغيرين وعملت بيتزا. تعالوا نشوف المشتريات الاول وعملنا ايه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ده شويه مشتريات كده جبناهم ايه. كنت انا ماشيه قلت اما احاول اجيب لان ما عندناش زيتون مخلي، عايزين نعمل بيتزا. ودي جبنه هاتني كده يا بوسينه. دي جبنه ايه لهلوبه، ربنا يستر بقى ده تبقى حراقه. اه والله انا هي شكلها غراني، قلت له هات لي ايه ب20. دي ازازة نور الملكة بكام؟ ب65 جنيه. الزيتون ب20 والجبنة ب20 وب65. ديت ب39 جنيه كاتشب. اللي هو الكيس التاني البلاستيك العادي لقيته ب48 جنيه، اغلى من دي. 5 جنيه لاقيها صح؟ بقت التوك. كيس ملح ب5 جنيه. كيس فيجيتار قلت اما اجرب البقسماط ده، مش عارفة بكام، مش عارفة ب25 ولا بكام، تقريبا ب25. دي بقى هنا ايه كرتونة بيض. البيض غلي زي ما يكون إيه نظام الطيبات ده ايه منفعش، فالبيض غلي تاني والفراخ غليت وكل حاجة غلي. كان من قيمة 10 ايام او 15 يوم البيض كان ب65 جنيه، النهاردة ب92 جنيه. كان من يومين ب80، جبته مرة ب85، النهاردة بقى بايه، النهاردة ب92 جنيه. افتحي يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابيض هو حلو. وده 2 كيلو دقيق ب40 جنيه، كيلو ب20 جنيه. 2 كيلو دقيق عشان ايه نعمل بيتزا باذن الله، نعملها سوا. زي ما شفتوا مشترياتنا قلنا ان هنعمل بيتزا تاني يوم بالظبط. جبنا 2 كيلو دقيق نخلتهم. وحطيت ايه لما صلى وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. معلقه كبيره او معلقتين سكر مع نص معلقه صغيره ملح، يعني ملح كده بتاع العجين. حطيت معلقه خميره، معلقه كبيره اهي واللي هو الكيس ده. معلقه خل ده بفتح العجينه وخليها هش. كان عندي لبن ايه رايب، كان في الفريزر طلعته، مش حليب رايب بدل الزبادي. لو عندك لبن بودر حطي، عندك زبادي حطي، عندك حليب حطي، بس انا كان عندي اللبن الرايب ده حطيت. طلعت منه وحطيته. حطيت برضو معلقتين زيت وقلبتهم كويس، ونزلت باللبن الرايب اللي معايا وعجنت قوي. كل دقيق بياخد ايه اختلاف التاني ميه، يعني انا مش عارفه معايير الميه معايا ديت، لان انا حطيت لبن اللي هو رايب ده وكده حطيت ميه تقريبا ايه كوبايتين ونص كده، على ما ايه اتعجنت معايا وبقت عجينه لين. انا مش عارفه باقي المقطع راح فين صراحه، والله بدور عليه مش لاقيه. اللي هو بقت العجين وان انا ركنته وغطيته، انما لقيت خمر على طول. فما فيش مشكله. المهم قطعتها لكام مش عارفه، تقريبا 5 كور 6 كور. المهم يومها معايا الحشو قضى بس 4 بيتزات. عملت 3 كبار وجيت على الرابعه وخدت شويه من اللي هي ال5 كمان وعملتهم كور صغيره كده. عملت تقريبا 5 تقريبا كده، مش فاكره 5 أو 6 يعني. المهم مش فاكره العدد. طبعا نسيب اللي بتقرصي بتقطعيه بتسيبيه يرتاح عشان يفرد معاكي. خلصت وسبتهم شويه وخدت اول واحده عملتها اهو. دي كانت تاني واحده صراحه يعني، طالما فيها العلامات دي، لان كنت حطيت الحشو في الاولاني وبظبط ايدي كانت اتعملت من الحشو كده، فدي تاني واحده. المهم ما علينا. لقيتها مش مظبوطه معايا. قلت تاني قلت اما ظبطتها شويه من الحروف كده. الأول كده ندعي كل طلاب الثانوية العامة، ربنا ينجحهم ووفقهم ويكبر بخاطرهم ويجبر يتعجب لهم من أهل الأرض والسماوات يا رب العالمين، ويراضيهم ويراضي أهاليهم فيهم يا رب. يا رب يراضيهم يا رب ويكبر بخاطرهم وميضيعش تعبهم أبدا يا رب، ويشفي كل مريض. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض، وينجح كل الطلبة كليات وثانوية وطلاب مدارس يا رب، ويخلي الكل عين رباه. المهم خبزتها كده، خبزت البيتزا معانا على قد ما انا بقى عايزه السمك، لا رقيق قوي ولا تخين قوي، كويس.
وعملتها بالشوكة ونزلت بسلطة البيتزا، بصلصة البيتزا معانا. طبعا عملناها كتير قبل كده على القناة، برضو عملتها معاكم. عايزين نبقى نعملها كده كده ايه، لو عملنا تاني قريب اعملها معاكم. طبعا جميلة جدا جدا. بعصر الطماطم، واجي قبل ما احطها في البتاع اقطع شوية زيت واحط على كيس صلصة لو عندك. تقدحي شوية، تحطي الطماطم بقى، تحطي ايه بهارات وتوابل، اهم حاجة الزعتر. بهارات، 7 بهارات، مرقة دجاج، فلفل، كمون، ملح، كزبرة. حطي الحاجات اللي عندي، وخل. المهم ان عملتها، حطيت صلصة البيتزا، وحطيت عندي الشيدر. على فكرة الشيدر ده ما عادش بحب، بحس انه ناشف كده. الجبنة الشيدر دي بحس انها ناشفة، مش بتستجاب معايا. قلت اما احطها، كنت بحطها فوق، لا قلت اما احطها تحت خالص. وحطيت برضو موتزاريلا، وقمت انا حاطه الحشو. حطي اي حشو عندك، لحمة مفرومة، عصاجي بتاع فراخ، صدور فراخ. عندك تونة حطي، عندك صدق حطي، عن اي حشو حطها، خضروات بس زي ما انت عايز، زي ما انت حابه. ليه؟ انا بحس ان البيتزا بتبقى حرشه، اكله حرشه كده، ببقى عايزه بعدها شاي على طول، عايزه بعدها حاجه حلوه، حاجه ساقعه ترطب كده على ايه القلب كده، ولا انا اللي متهيألي بس. المهم اهوت، عملتها ودخلتها في الفرن شويه، شمعت من تحت طبعا قبل ما احطها تحت الشوايه، اقوم حاطه عليها الموزاريلا من فوق. يا رب نجح كل طلاب الثانوية العامة، يا رب يا رب نجحهم، يا رب وفقهم، يا رب يا رب نجحهم ووفقهم، يا رب كل طلاب الثانوية العامة ما يضيعش تعبهم أبدا، ولا نزعل حد أبدا يا رب. الحمد لله يا رب العالمين، والله مرحلة صعبة ومرينا بيها. دول ايه اللي هما الميني بيتس اللي هما صغيرين. دي كانت طلعت اهي، بقطعها معاكم. قطعناها طرية، جميلة، لا تخينة ولا رقيقة، جميلة جدا، طعمها حلو قوي. عندك كاتشب حطي، عايزة غمسي بشيبسي غمسي. حلوة قوي قوي. تعال بقى نشوف عملنا فاكهة ايه، سلطة فاكهة بقى. كان عندي موز وتفاحة وأناناسة ومانجا، كان عندي مانجتين في التلاجة، وكنت جايبة مانجا. قطعت منهم الحتت حتت كده، والباقي اللي معرفتش اقطعها قمت انا عاملة عصير. وعنب، قطعت المانجا حتت صغيرة. العنب عشان حبيته مش كبير قوي، حطيته بحاله. لما صلى على سيدنا محمد، قطعت اناناس وحطيته. التفاحة قطعتها وحطيتها. ايه كمان دي سلوى، ايه كمان يا ام عمر، اناناس او صابعين الموز قطعتهم برضو دوائر دوائر حلقات كده، وحطيت. وعصرت البقيت اللي هي المانجا اللي معرفتش اقطعها ديت، عصرتها بشوية مية ساقعين كده، ومعلقتين سكر، وحطيتهم عليها بقى بوعة بقى. جميلة، تحفة 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 والله العظيم. بس انا مش عارفة، انا بنسى اصور في النهاية دي. انا بعمل اهوت في اي حاجة، حتى البيتزا برضو يا دوب قطعتها. والسلام عليكم. تعالوا اتفضلوا معانا. دي بقى بعد الاكلة البيتزا بقى، بعدها بنص ساعة كده، اوعى يعني طعم تاني خالص، شغل فاخر من الاخر. تعالوا من البيتزا طلعت اهي اهو، قطعنا. طلع ما هو جميلة برضو، بس مش عارفة ليه حابين البيتزا الكبيرة عن الميني بيتزا دي. المؤاخذة بقى، بعتذر عن القصاد دي، بس والله حلوة مش وحشة. سخنة سخنة. يلا مع السلامة، وادعوا للثانوية العامة.